السلام عليكم. الناس اللي عايزه تعرف اسعار السلالات في مزارع بركات، عايز تعرف كل حاجه عن الاسعار اللي عندنا، هيتواصلوا معانا على 010 15 78 566 دي هتبعت رساله، هيجي لك بص على الواتس، هيجي لك كل الاسعار اللي انت عايزها. الناس اللي عايزه الشحن موجود عندنا شحن، بنشحن احنا هنا على الطريق الزراعي، بنشحن لغايه كليه الزراعه لغايه عبود على الخط كده وانت ماشي اللي هو ايه بتاع الطريق بتاع مصر اسكندريه. الناس اللي عايزه تروح الحاجه بتاعتها مثلا في اي محافظه على الموقف، نبعت لك عادي الموقف، العربيه تجي لك لغايه الموقف، تاخد رقم السواق وتتواصل معاه وتجي لك الحاجه. طبعا السلات اللي عندنا هي اللي انت شايفها ديت، عندنا هنا اهوت بسم الله ما شاء الله السيرفر، عندنا البلجيكي، عندنا بابيون بكل انواعه، عندنا شنشيلا، عندنا دوتش، عندنا ابيض بكل مسمياته، عندنا هنا الشوكولاته. طبعا كل ده صفه واحده، عشان الناس اللي بتتكلم بتقول لك عايزين الوان، عايزين مش عارف ايه، عايزين مسميات كذا. كل الارانب اللي عندنا دي صفه واحده في الرضاعه والمناعه والخصوبه وتحويل اللحم رقم واحد. طبعا ما تنسوناش في الاشتراك واللايك عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. انتوا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى انتوا اللي هتكبروا القناه. واللي ما يعرفنيش انا اخوكم عبد الفتاح عوض بركات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا ومتابعين أرانب بركات، رب تكونوا بخير وبصحة والسلامة. النهاردة نعمل فيديو كده تبني للخلفة يا جماعة. الخلفات اللي مع الأمهات، أمهات والدة، اللي فيه اللي والد واللي فيه اللي والد بعدها، مثلا حاجة والدة مع بعضها وحاجة والدة بعد بعضها بيومين. هنعمل تبني للخلفة ده، هنلم الكبير والصغير ماشي ونحطهم مع بعض، لان في امهات تحتها اعداد زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اهي، حاجه بسم الله ما شاء الله، والوان جميله يا جماعه. الناس اللي بتقول لك الالوان وانتوا عندكم لون واحد اهي، الوان لسه بص حاجه الله اكبر، الوان الارانب البيور ان شاء الله. دي ام طبعا جايبه خلفه كلها بيضه ماشي، دي خلفه اكبر منهم بشويه وبيونات، دي خلفه بيضه، دي خلفة برضو تانية اهيت ايه شوكولاتات على برضو الوان مش عارف ايه. اللون ده انتشر عندنا الفترة دي بسبب التهجين، حاجة بسم الله ما شاء الله. عندنا برضو دفعة امهات في الخط التاني، ممكن نوقف الفيديو مع بعض ونروح هناك نشوفوها. ام تانية يا جماعة اهيت، دول هما الدفعة اللي هي قريبة من بعضها، اللي هما ايه في خلال 4 ايام والدين مع بعض، والدين مع بعض بسم الله ما شاء الله. في حاجة تانية كده كانت والدة معاهم ابو معتز باين، خط تاني تعالوا شوفوه يا جماعة بسم الله ما شاء الله اهي، عشان الناس ايه شوف اهي. دي برضه والدة ام تانية اهيت، لان احنا ما بنلقحش في المزرعة ام ولا اتنين، احنا بنلقح دفعة امهات مع بعض، ممكن مثلا ايه 10 15 ام. دي لسه برضه ايه والدة، بس دي لسه ما عملناش حاجة عشان لسه والدة من شوية دي، بس الام دي والدة بقى ايه يعني نتفة بسيط. لو لقيت حاجة زي كده يا جماعة نشيلوها مطرح الولادة اهي تتشال، هتلاقي شوية شعر كده لما نعمله تبني اهي ان شاء الله. عندك حاجة تانية والدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. سنو اكبر منهم بقى ايه 3 ايام دول، هننقوا برضو الكبير مع الكبير، هنظبطوا الدنيا. دي لسه والدة البارح ان شاء الله اهي. في تاني عندك حاجة تاني؟ لا يولدوا بكرة. فدي بس حبينا كده نعرف الناس ووريهم السلالة عندنا والتهجين، والناس اللي بتتكلم على الأوزان معانا. احنا بنتكلم بنقول الأوزان يا جماعة عندنا وزن الفطام من كيلو لكيلو و200. في بعض الحاجات بنفطموها كيلو و200، يبقى معانا الوزن اقل حاجه كيلو اعلى حاجه كيلو و200. العدد اللي مع الخلفه مع الامهات زي ما انتوا شفتوا كده، الامهات اللي والده اقل بنسوق معاها 8 يا جماعه 8، وبتجيب الخلفه والاوزان اللي احنا بنتكلم عليها. احنا الحمد لله رب العالمين مش محتاجين ان احنا نحلف لحد والكلام من ده، احنا صادقين مع ربنا عز وجل الحمد لله رب العالمين. بنفطم من كيلو لكيلو و200 مع الامهات يا جماعه، والام بيبقى معاها 8 حتت. دي شغل مفطوم اهو بسم الله ما شاء الله، الوان جميله الوان حلوه. هاي كده الحته دي بسم الله ما شاء الله. اسف يا تعالى، مش عايز يجي تعالى كده حبيبي
هو راح فين؟ هدي مكان اهو. ده حاجات لسه مفطومة، شغل لسه مفطوم البارح، ما شاء الله عليه اهو. ارنب باين عليه وباين على وزنه، بسم الله ما شاء الله. احنا مش حاطين تاني حاجة على الميزان للناس، لان الناس اللي هي بتحارب فينا ديت ربنا يهديها علينا يا رب. يجي النبي والصورة علينا والصورة علينا من العين. الناس عايزاك تصور، يعني لو انت عندك مليون ارنب عايزاك تصور المليون ارنب. لا، صور لنا الشغل كله عشان نبقى مصدقين. وانا بقى نقعد الشغل كله، نقعد كل دقيقه نصور لك الامات اللي انا بفطم منها الاوزان. لا يا حبيبي، انا صورت لك فيديو، عجبك على راسي من فوق، مش عاجبك براحتك يا باشا، براحتك اشتغل انت وطلع لنا شغل وطلع للناس شغل ووريهم الشغل بتاعك. احنا مش هنقعد نتكلم كتير ونقعد نطلع لهم كل ما نفطمه من عندهم وزن عالي نصوروها ونقول لك اهي عشان تصدق. لا يا باشا، ما تصدقش، تصدق ما تصدقش براحتك يا باشا. الكلام ده طبعا للناس اللي هم مش حابين النجاح لحد. يا اخي طب ما يمكن انا يا اخي عشان صادق بيني وبين ربنا والحمد لله رب العالمين ربنا كرمني. ولا انت ما تعرفش الحاجات ديت؟ انت ما تعرفهاش ولا انت تعرف بس اللي انت ايه تقعد تناقض في الناس وخلاص؟ ما تعرفش يعني اللي ممكن يكون بينك وبين ربنا عمارة كده، ربنا موسع عليك ويبارك لك في الحاجه؟ ولا انت الحاجات دي ما عدتش عليك ولا ما تعرفهاش؟ ربنا يهدي الناس، ودي الشغل بتاعنا. الله اكبر رب العالمين. احنا مش محتاجين يا جماعه نقعدوا نتنططوا قدام الناس ونعملوا فيها جرصات عشان ايه الناس ايه تصدقني والكلام من دي. احنا شغلنا هو اللي بيحكم، والناس اللي خدت مننا السلاله وشافت الاوزان بتاعتنا هي اللي تحكم. الله اكبر اهو. ارنب ما شاء الله عليه ارنب باين عليه من رميته، باين عليه من حجم ودانه. بصوا ودان الارنب عامله ازاي، بصوا ظهر الارنب اهو. ارنب باين عليه شعرة الارنب الناعمه. ارنب باين عليه اللي هو ارنب فيه وزن فيه لحم، حتى رميته على البتاع حاجه كده بتدب. ارنب اهو. دي التهجين بتاعنا، تهجين مزرعتنا، عشان بس الناس ايه تقعدش ايه تحور علينا نقول لك مفيش اوزان في مصر. الكلام دي مفيش ارنب بيجيب 2 كيلو على 60 يوم. ليه ارانب ايه ديت؟ الواحد بيشوف العجب، واحد يقول لك مشروع فاشل، واحد بيقول لك انتوا بتضحكوا على الناس بالكلام، وواحد تاني مش عارف. ما تعرفش الناس دي ربنا مسلطها على الناس اللي عايزه تشتغل. الناس دي بتسد نفس الواحد عن الشغل والله. يعني الواحد نفسه بتسد من الناس دي، ما يبقاش عارف يعني يعمل ايه عشان يرضي الناس كلها. طب نعمل ايه عشان نرضي الناس؟ نعمل ايه؟ نمشي معاهم الارنب كل يوم نصور لهم الارنب دي، كل يوم نصوره وهو عمر يوم مولود لغايه عمر 35 يوم. يا عم انا بطلع بقول لك انا عندي شغل كده، انا عندي شغل كده يا عم. انت ايه اللي غايظك ولا مضايقك؟ براحتك يا باشا. احنا الحمد لله رب العالمين شايفين شغلنا. ارنبنا محترم، ارنب مهجن كويس، ارنب بسم الله ما شاء الله عليه يدينا تحويل. واحنا برضو عند كلمتنا ارنب بيدي 60، بيدي على 60 يوم 2 كيلو وكسور. مهتم بالارنب وتهجينك كويس 60 يوم بيكون معدي ال 2 كيلو. مهتم بسلالتك وجايب سلالة محترمة، الارنب ده هيوصل معاك على عمر 35 يوم من كيلو لكيلو و200. ماشي، ما بنقولش الشغل كله يبقى كيلو و200، بنقوله من كيلو لكيلو و200. التمن حتت اللي عند الام هتلاقي اقل حاجه كيلو، هتلاقي اعلى حاجه كيلو و200. ليه؟ السلاله متهجنه صح، سلاله بتشيل كتل عضليه، هو دي اللي بيخليها توزن، هي دي اللي بيخليها توزن. بس هي قصه في كده يا جماعه، قصه تهجين، قصه دي انت بتشتغل بسلاله محترمه. ماشي، ارنب تلاقيه على عمر 3 شهور رامي معاك وزن فوق وزن السلاله. الناس اللي بتفكر السلاله اللي لازم عمر 5 شهور تكون السلاله جايبه 3 كيلو، لا ما عادش الكلام دي، ما عادش السلاله اللي موجوده في السوق دلوقتي والتهجين والكلام دي ما عادش فيه الكلام دي. لا، بتلاقي الارنب على عمر 3 شهور معدي وزن السلاله اللي هي المفروض تبقى 3 كيلو. في ناس بتقول لك لا ما فيش الكلام ده، فيه الكلام ديت وفي اكتر من كده كمان. في كرة بتوصل سعرها 1000 جنيه للذكر،
و1200 جنيه للذكر. الناس هتقول لك يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ اقول لك انا راجل في السوق ماشي، وبقالي سنين بربي وعندي عدد الحمد لله رب العالمين ماشي، وخدت بدل المكان كذا مكان. فانا بقول لك في كرة سعرها معدي ال1000 جنيه عشان تجيبه وتغير بيه دم عندك في المزرعة، بس ذكر يودي المزرعة بتاعتك في حتة تانية خالص في تحويل اللحم. هي دي القصة يا جماعة، وهي دي الحكاية، مش قصة أرنب وخلاص. ما الأرنب مالية السوق، تجيب الأرنب البلدي زي الأرنب دي. يعني أنت واحد لو قلت له مثلا أرنب بلدي بيتفطم على عمر 35 2 كيلو مش هيصدق، لأن دي فعلا ما يصدقش فيه، لأن ده أرنب بلدي. لكن الأرنب الهجيني دلوقتي فيه كلام تاني، في حوارات تانية، في أرانب بتوصل لأوزان رهيبة. احنا بنشوف اللي على النت وبنشوف الارانب العملاقه وبنشوف الكلام من دي. فهي قصه يا جماعه، قصه تهجين، قصه سلاله محترمه تديك تحويل كويس، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.